بقالي فترة كبيرة قوي برفض او يعني بتحجج باي حجة لما بتجيلي عربية كهرباء عشان اجربها. مش عدم التحمس لفكرة الكهرباء في حد ذاتها، على قد ما انا كنت حامل هم الشحن والحاجات دي كلها. ولكن العربية دي في يوم الاطلاق الرسمي بتاعها هي واختها السمارت هاشتاج 3 كانوا مخليني متحمس ومستني عربية التجربة دي تترخص عشان اعرف اخدها تيست درايف. بس فعلا العربية دي غيرت فكرتي عن العربيات الكهرباء. النهارده هيبقى معانا سمارت هاشتاج 1 فئة البرابوس، عربية ما خيبتش املي فيها للحظة واحدة طول فترة التجربة. وشركة سمارت هي شركة أوروبية تأسست سنة 94 في شراكة ما بين شركة ساعات سواتش السويسرية ومرسيدس بنز الألمانية، طبعا الغنية عن التعريف. وللعلم هي سمارت قد يبدو ان معنى الكلمه انها ذكيه، ولكن هي اصلا كانت اختصار للاس من سواتش، الام من مرسيدس، ودي كلمه ارت. الشركه بدات بانتاج سيارات صغيره وبدات في الاطلاق الفعلي في 98، بعدها عملوا شويه عربيات كهرباء، ومرسيدس استحوذت بالكامل على الشركه لحد سنه 2019 لما مرسيدس بنز دخلت في شراكه مع شركه جيلي الصينيه، وقرروا يعملوا جوينت فينتشر كبير في الصين، وان العربيه تنتج بعد كده كسيارات كهربائيه فقط ويتم انتاجها في الصين بدل ما كانت بتنتج في فرنسا قبل كده. وبالفعل الانتاج بدا بسمارت هاشتاج 1 اللي تم الاعلان عنها في 22، سمارت هاشتاج 3، وبعدين سمارت هاشتاج 5 العربيه الاكبر اللي لسه تم الكشف عنها عالميا يوم 9 ابريل الجاري. والعربيه الهاشتاج 1 دي شخصيه كرتونيه جدا في نفسها بقى، يعني التصميم بتاعها لطيف كده، تحس انها شبه البابل على شويه شخصيات كرتونيه ممتزجه في بعض، بتديني ايحاء بسلاحف النينجا شويه، فاكرين الماسك بتاعهم. هنلاقي نسخه البرابوس مميزه سمارت باللون الاسود، صدام مختلف وفيها الاكسنتس الحمراء والليب سبويلر اللي فيه الحته الحمراء هنا، وكلمه برابوس طبعا اللي بتميز المقدمه. كمان هنلاقي الفتحات اللي موجوده هنا قدام الكبوت بتاع العربيه. الليد بار شكله جميل قوي. فوانيس العربيه الاضاءه بتاعتها ماتريكس LED هايله متكيفه بشكل ممتاز جدا، وبتكشف لك الطريق من غير ما تضايق اي عربيه من اللي ماشيين حواليك، وبتنور على الاجناب ولوحات المرور وكل حاجه بمنتهى الذكاء. وطبعا العربيه فيها حساسات ركن اماميه وفيها كاميرات 360، فتحات التهويه اللي موجوده هنا، واجمالا شكل طليعي ومتميز وحلو. والعربيه حاليا في السوق المصري باربع فئات، برابوس اعلى فئه فيهم. لو عايز تعرف اسعارهم دلوقتي او في اي وقت بتتفرج على الفيديو ادخل على لينك موقع هتلاقي عليه الاسعار المحدثه. وطبعا عربيه زي دي بالسعر ده اللي انت هتعرفه لازم يتم حمايتها بفيلم حمايه اصلي من شركه محترمه، واحنا دايما بنرشح كاربروجيني. هتلاقيهم موجودين جنبك في التجمع، موجودين في الشيخ زايد، وكمان في المنصوره، وعندهم فرع في الرياض، وقريبا جدا باذن الله في دبي. شكل العربيه من الجنب ماشي جدا مع شخصيه المقدمه بتاعتها، زي ما بقول لكم عامله زي البابل كده، تحس انها تصميمها مبهج كده وبسيط. هنلاقي ان الرفرف اللي قدام الكبوت داخل لحد هنا، والكبوت بيفتح من الحته دي. هنلاحظ الجنوط ال 19 اللي موجوده فيها. البرابوس والفئات الثانيه بينزلوا ب 19، ولكن جنط البرابوس بيبقى مختلف التو تون ده. وكمان هنلاقي فيها ريد كاليبرز. وطبعا بما انها عربيه كهرباء فبيبقوا مهتمين جدا بالايروداينامكس، فالرفارف والكاوتشات هتلاقيهم حيزه واحد. الجنط بيبقى شبه مقفول لتقليل من الدراج او مقاومه الهواء وتحسين استهلاك الطاقه الكهربائيه، وده بيخلي الجنط للاسف عرضه للتجريح لان الشفه بتاعت الكاوتش ما هياش مغطياه، فتبقى مخلي بالك وانت بتركن. الزجاج بتاع العربيه مش ملون، وعارف ان حضراتكم هتعلقوا عليه، ولكن الفئات اللي هتيجي بعد كده او كل النسخ اللي هتيجي بعد كده هتيجي بزجاج ملون خلفي. ابواب العربيه بدون اطار، والتحسين الانسيابيه البي بيلر بتاع العربيه يعتبر ماشي في حذاء الازاز. كمان مقابض فتح وقفل العربيه بتبقى ريتراكتنج جواها، بتفتحها بمنتهى السهوله، وهي العربيه فيها حساس اقتراب بتفتح وتقفل لما انت بتقرب لها. كمان فئه برابوس بقى بتتميز بالعتب المميز بتاعها، كلمه برابوس اللي موجوده هنا، وبرده اللون الاحمر اللي ماشي من اول العربيه لاخرها. وهنلاقي هنا الفتحه بتاعه الشحن بتاع العربيه، هي طبعا بروتوكول اوروبي ففيها الشحن السريع وفيها الشاحن العادي، وشويه حاجات بقى تفاصيل كده لطيفه معموله في العربيه على الازاز بتاعها، انه راسم لك العربيه السمارت بكذا وضعيه، على الشراعه اللي موجوده هنا، على البربريز الامامي، على الزجاج الخلفي، بتبقى حاجات زي ايستر ايجز كده يعني للي بيحبوا التفاصيل. المرايات بتاعه العربيه شكلها انسيابي وحلو جدا، فيها الاشارات
الاشارات، فيها تحذير النقاط العمياء، فيها كمان الكاميرات بتاعه ال 360، والعربيه فيها سقف بانوراما ما بيتفتحش يعني فايزر بس، وبصراحه مش ناقصها اي حاجه من الجنب. الشنطه على وضعها ده 270 لتر تقريبا، ولكن انت بقى عندك ميزه انك بترفع الارضيه بتاعه الشنطه بطريقه منظمه كده، بنلاقي تحتها مساحه تخزين محترمه جدا، بيتحط فيهم الكابل بتاع العربيه، ممكن تحط فيهم الفوط، الحاجه بتاعه المرور، ولكن متاخد منها حته عشان الساب ووفر بتاع الساوند سيستم البيتس المميز جدا اللي موجود في سياره التجربه، بيبقى 13 سماعه، فمقلل شويه من البراكتيكاليتي بتاعه القسم السفلي ده. ولكن انت برضو عندك القدره انك تحط الغطا بتاع الامتعه جواها وتقفلها، فبحيث انك تقدر تحمل لحد السقف. كمان عندك القدره على ان الكنبه اللي ورا تنزل بمقدار التلت والتلتين، وفيها فتحه لتمرير الامتعه الطويله فبتزود من مساحه الشنطه، او انك تحرك الكنبه كلها لقدام فبتزود من مساحه الشنطه، بتخليها 440 لتر تقريبا. كمان موجود فيه شبك في الجنبين بتوع الشنطه عشان تثبت فيها حاجات، وفيها اضاءه ومنفذ 12 فولت. وطبعا بما ان مفيش موتور بنزين قدام فالمفروض يبقى فيه بقى مساحه تخزين كبيره، ولكن لا، هو بيقول لك بالطريقه كده انت مالكش فيه، يا دوب بتاع كده لميه المساحات وهنا لميه التبريد، وحاطط لك هنا مساحه تخزين محترمه جدا 15 لتر بحالهم، يا دوب شايلين العده بتاعه اصلاح الكاوتشات، لان العربيه مش ران فلات وبتنزل من غير ستبن، فبينزل معاها ماده عشان خاطر قفل الاخرام البسيطه، وكمان كومبريسور. بس الحقيقه مستوى التقفيل والجوده والخامات هايل في العربيه في كل حته فيها. لما هتفتح الباب الخلفي للهاشتاج 1 هتعرف ان سمارت ما بخلتش على العربيه دي في الخامات خالص، الخامات المستخدمه هنا بريميوم جدا زيها زي الباب الامامي بالظبط، كل حاجه فيها احساس الكواليتي، الجلد اللي موجود هنا، التطريز الاحمر، المقبض بتاع فتح الباب والزرار اللي بتفتح منه الازاز، كمان الحته اللي بتسند عليها كوعك حلوه. الشياكه بقى ان الباب نفسه فريملس، ولكن الازاز ده اخره لما بتيجي تفتحه. ولو بصينا بقى على الزاويه بتاعه فتح الباب هنلاقي انها مناسبه جدا، خصوصا مع حجم العربيه والتصميم بتاعها، يخليك تقدر تدخل اي كرسي اطفال ايا كان حجمه، بيتثبت كده وتثبته بمنتهى السهوله في نقاط تثبيت كراسي الاطفال الايزوفيكس اللي متداريه برده بشكل عملي وشيك قوي. وهنبتدي نلاحظ بقى الاهتمام بالتفاصيل في المقصوره بتاعه العربيه، احزمه الامان الحمراء الخاصه بالبرابس، نقاط التثبيت بتاعتها في اجناب الكراسي عشان ما تقعدش تخبط هنا ولا تعمل اصوات، الفرش نفسه بقى بتاع العربيه مزيج من الجلد والمايكرو فايبر او الالكانتارا، يعني برده هم ما اغفلوش البراكتيكاليتي. عندك جيوب تخزين في ظهر المقاعد الاماميه، عندك حته هنا برده للتخزين يو اس بي تايب A ويو اس بي تايب C، وده التايب A الوحيد اللي موجود، مع فتحات تكييف هنا، وفيها برده فريم من الاضاءه المحيطه. وهنا المخدع فيه 2 حاملات اكواب مع نقاط لتثبيت الكوبايات او الحاجات اللي هتتحط فيها. واي حد هيبص على العربيه دي من بره عمره ما هيتخيل مساحات الجلوس اللي بتوفرها المقصوره بتاعتها، وانا واحد من الناس اللي اتفاجئت جدا على فكره. العربيه بتوفر مساحات جلوس هايله على الفئه الحجميه بتاعتها، الكرسي ده متظبط على وضعيه قيادتي، انا برجعه ورا شويه، ورغم كده مساحه الركب مهوله، مساحه الاقدام حلوه جدا، تقدر تمد رجلك تحت الكرسي اللي قدامك. انا متوسط القامه، ولكن احد اصدقائي طوله فوق ال 185 كان قاعد ورا وكان قاعد كويس قوي. مساحات الرؤوس كمان حلوه جدا، مع وجود السقف البانوراما اللي بيوفر نور وبراح كده في المقصوره بتاعه العربيه، رغم الهيد لايننج الاسود والفرش الغامق، ورغم ان كونها عربيه كهرباء بيخليهم يضطروا يعلوا من مستوى الكنبه اللي ورا، الا ان انا بصراحه ما عانيتش من اي مشكله في الجلوس ورا في الهاشتاج 1. ممكن لو انت اطول شويه تبقى رجلك مرفوعه سنه، ولكن برضو الموضوع مش هيبقى متعب بالنسبه لك. لو قعدت في النص هتبقى قاعد اعلى شويه من الاثنين اللي جنبك، والكنبه فيها بروز بسيط كده في القسم اللي في النص فيها، فهي عايزه طفل صغير اللي يقعد، انما لو 3 كبار هيبقوا قاعدين مضطرين. كمان مساحات الرؤوس فيها كويسه، والارضيه بتاعتها ما فيش فيها مشكله خالص لانها مسطحه بالكامل، وفيها مسافه كويسه جدا تكفي اي رجل. الابواب الاماميه بريميوم فيل برضو، شياكه مع براكتيكاليتي مميزه. بص الجيوب الاماميه عامله ازاي، وكمان الحته اللي هنا مفتوحه ممكن تحط فيها اي ازازه، حتى ال 19 لتر بتاعه الديسبنسر دي كان نفسي بس تكون دي مبطنه عشان ما تعملش اصوات من جوه لما تحط فيها اي حاجه ناشفه شويه. الكراسي الاماميه تصميمها رياضي وجميل، مزيج المايكرو فايبر او الالكانتارا مع الجلد مع التطريز الاحمر، ومساند الراس المميزه جدا باللون الاحمر اللي موجود في الفريم اللي في جنبين كل هيد ريست. كمان حرف البي المتطرز على المسند بتاع الراس اللي كل ما هتشوفه هيعرفك انك راكب عربيه مميزه مش عربيه اي حد. كمان الكراسي بتيجي كهرباء ب8 وضعيات، كرسي السائق ذاكره مع المرايات بتاعتها على وضعيه القياده بتاعتك، والكرسيين فيهم تدعيم للفقرات
الفقرات القطنيه وفيهم تبريد وفيهم تدفئه، وكمان كرسي الراكب الامامي فيه نقاط تثبيت كراسي الاطفال الايزوفيكس عشان لو عايز تحط البيبي جنبك هنا يستمتع معاك بسواقه العربيه دي. وكرسي السائق كمان بيوفر لك خاصيه الكومفورت اكسس، يعني انت لما بتيجي تفتح العربيه عشان تنزل بيرجع لورا، ولما تيجي تقفل الباب بيطلع تاني للمكان اللي انت حاطط الذاكره عليه. لو بصينا على التابلو بتاع العربيه هنلاقي ان التصميم بتاعه بسيط للغايه، مفيش فيه اي حاجه، هو خط مستقيم كده ولكن بريميوم برضو. الخامات المستخدمه كلها حلوه، حتى البلاستيك البعيد ده كويس. فيها هيد اب ديسبلاي مميز قوي بيعرض السرعه، خصوصا ان لوحه العدادات صغيره فانت هتعتمد عليه اعتماد كلي. كمان بيتعرض عليه اي تحذير او تنبيه من مواصفات السلامه، بيتعرض عليه الاتجاهات لما بتبقى مشغل النافيجيشن، والنقاء والسطوع بتاعه مميزين جدا، حتى لو انت لابس نظاره بولارايزد هتبقى شايفه كويس. العربيه برضو بتيجي بامبيانت لايت 64 لون، وممكن تعمل منه كومبينيشنز، انت بيبقى موجود في التابلو، موجود في الجزء ده، موجود في الابواب، موجود في السماعات اللي موجوده هنا. الدركسيون بتاع العربيه قصه لوحده بقى، مزيج ما بين الجلد والالكانتارا برضو زي اي عربيه رياضيه اصيله. تطريز اللي باللون الاحمر، الحجم بتاعه مناسب دي كات، ده غير كلمه برابوس اللي موجوده في القسم السفلي هنا وبتبقى منوره، بيبقى شكلها حلو قوي بالليل. وهو تلسكوبيك بتظبطه في الاربع اتجاهات، مدفأ، المسكه بتاعته طريه، موجود هنا مكان عشان تبقى الجريب حلو لو هتسوق العربيه سواقه رياضيه، وهي طبعا معموله عشان تتسوق سواقه رياضيه. علامه سمارت اللي موجوده في النص شكلها حلو. القسمين اللي موجود فيهم الفانكشنز بتاعه الستيرنج ويل حلوين قوي برضو، سواء الجزء بتاع التحكم في الميديا والاوامر الصوتيه والتريب، الظبط بتاع الشاشه الصغيره اللي قدامك، وزرار فيفوريت انت بتظبطه على اي وظيفه انت عايزها، او الجزء الشمال الخاص بمثبت السرعه التفاعلي. كمان العربيه فيها اوتو باركينج، العربيه بتركن لوحدها تماما، انت ما بتتدخلش في اي حاجه خالص. وراها هنلاقي عصايه الفتيس، الشكل بتاعها شياكه شبه برضو بتاعه مرسيدس، موجوده في عمود الدركسيون. وفي النص هنا الكاميرا بتاعه مراقبه اليقظه بتاعه السائق. قدامك لوحه عدادات صغيره جدا فيها السرعه والبطاريه والرينج، وكمان الرادار الامامي بيبقى ناقل لك البيانات في القسم الوسطي منها، والجزء الشمال بتتحكم فيه زي تريب كمبيوتر بيبين لك برضو شويه معلومات اساسيه. اللعب كله بقى في شاشة النظام المعلوماتي والترفيهي الكبيرة دي 12.8 بوصة، وهي اللي فيها كل حاجة حرفيا. حرف البي ده لما بتدوس عليه بيجيب لك الهوم بيج، وبيبقى عندك هنا 2 ويندوز انت بتتحكم فيهم، ولما بنحرك الشاشة يمين بتفتح لك القوائم بتاعت بقى الميديا والانرجي والسيتنجز بتاعت العربية والتليفون، وفيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو لاسلكي، ولكن الاندرويد اوتو ما اشتغلش مع تليفون سامسونج. الانرجي بقى او الطاقة بتاعت العربية دي الروح بتاعت العربية دي اللي بتبين لك بقى البطارية ووضعها ومعدلات الاستهلاك بتاعتك. البطاريه بتاعت العربيه 66 كيلو وات اور، هنشرح الكلام ده في تجربه القياده، وممكن انها تمشيك 400 كيلو لو انت ماشي قياده اقتصاديه داخل المدينه، ولكن لو طلعت على طرق سريعه فهتمشيك في حدود ال 300 320. بيبقى عندك الاوبشن ان انت تخليها ديلي تشارج فتقف على 90، او لو هتمشي لونج ديستانس فبتشحن لحد ال 100. بتجدول الشحن بتاعك، بتحط اوقات للشحن، بتبين لك الرينج اللي يمشيك لو انت مشيت على قياده عاديه، لو انت مشيت على دايناميك او قياده رياضيه. كمان عندك القدره على التفريغ بتاع البطاريه، لو انت عايز تفرغ الشحنه اللي موجوده بتقدر ان انت تفرغها. بتقول لك بقى فيها زي تريب كمبيوتر، يقول لك من اخر شحنه العربيه مشيتك قد ايه، معدل الاستهلاك بتاعها كان قد ايه، السرعه المتوسطه كانت قد ايه، وممكن تخلي الكمبيوتر ده يجيب لك اخر رحله انت كنت ماشيها. وهنا التريب عشان لو عايز تعمل ريسات لكل الارقام دي وتبتدي تحسب من اول وجديد وتشوف معدلات استهلاكك عشان تظبطها، لان انت طبيعي هتاخد وقت على ما رجلك تاخد على العربيه والعربيه تاخد عليك، وتبتدي تعرف تعمل المعدلات ازاي عشان خاطر تسيستم حياتك على نظام العربيه الكهرباء والمشي بتاعها. كمان عندك نظام الكاميرات ال 360 والزوايا اللي هي بتكشفها حلوه قوي، والتعامل بتاعها والاستجابه بتاعتها مميزين. ولكن الكاميرا كنت احب ان النقاء بتاعها يكون افضل من كده، هي نقائها مش وحش بس في شويه تاخير في الفريم ريت. وبعدين عندك السيتنجز بقى بتاعت العربيه، فيها كل حاجه حرفيا في العربيه، من اول الريجنريتيف بريكنج او القدره على اعاده تدوير الطاقه عن طريق الفرامل، الباور ستيرنج نفسه انت بتتحكم في التقل بتاعه، تفتح وتقفل الشنطه من هنا غير الزرار اللي موجود هنا. المرايات بتاعت العربيه بتتحكم فيها من هنا، مفيش زراير فيزيكال من بره. نفس القصه ممكن تفتح السقف وتقفله من هنا. الهيد اب ديسبلاي، الباسنجر سيت بقى، ودي ميزه ان انت لو حد راكب جنبك انت بتدوس على الزرار ده وتتحكم في كرسي الراكب من الشاشه. عندك بقى الامبيانت لايت، بتقعد تلعب بقى هنا زي ما انت عايزه تبقى دول او سنجل امبيانت لايت، لون واحد او لونين، تتحكم في ال 64 لون بقى وتركب الوان زي ما انت عايز. برضو اللايتنج بتاع العربيه، الويلكم لايت،
الفوج لايت الخلفي، ظبط عام بقى للعربيه، الساوند والديسبلاي والتواصل اللي بينك وبين العربيه، والدرايفنج اسيستنس اللي هي فيها كل مواصفات السلامه الايجابيه. وعندك هنا المنيو بقى بتاعت التكييف برضو بتتحكم فيها في الشاشه. التكييف بتاع العربيه ممتاز، هو دول زون، الاير كواليتي اللي فيه بتقيس لك جوده الهواء اللي داخل المقصوره. في كمان جزئيه اسمها دي اودرايزيشن، يعني بيشيل لك لو في روايح كريهه. ورغم كده هو حاطط لك زرار بره عشان تشغيل الاوتوماتيك واللي هو ازاله البخار من على الزجاج الامامي والخلفي، وزرار تاني لانماط القياده، وزرار الانتظار كمان بيعمل باللمس محطوط هنا. وهنا منيو تانية اضافيه برضو فيها شويه اختصارات، ولو سحبت من فوق بتطلع لك منيو تانية وانماط تانية مختلفه ذكيه زي انترتينمنت مود وايكو بلس مود، انرجايز مود. ريست مود ده لما بتشغله بينيم لك الكراسي، بيقفل لك الفايزر، بيخلي لك التكييف على 24 عشان لو عايز تنام في العربيه شويه. بات مود لو انت سايب الكلب او الحيوان الاليف بتاعك في العربيه، هي برضو بتظبط له التكييف وبتظبط له الدنيا. فهختصر بقى لان انا طولت قوي، والشاشه دي لوحدها عايزه لها يجي ساعه. الكونسول الوسطي بتاع العربيه بيتميز بصلابه بناء محترمه جدا، وتصميمه بسيط وسليك كده زي ما انتم شايفين. الجزء ده بيتفتح وبيتقفل، في الشاحن اللاسلكي يشيل اي حجم تليفون، 2 منفذ يو اس بي تايب سي، منفذ ال 12 فولت. هنلاقي حاطط لك هنا تفصيله لطيفه كده عشان ركبتك ما تخبطش في الكونسول وتوجعك، فمتبطنه بجلد طري. الجزء اللي هنا بيتغطى هو كمان 2 كاب هولدرز، مكان هنا تري ممكن تحط فيه التليفون بتاعك لو عايز، او تحط فيه المحفظه او اي حاجه. اماكن التخزين بقى جوه المقصوره مميزه قوي، زي حجم الابواب الاماميه اللي وريناها لحضراتكم. القسم اللي هنا ده يشيل شنطه كبيره كامله متكامله. المسند اللي هنا العمق بتاعه محترم قوي، وكمان واخد هواء من التكييف فمبرد. التابلو بتاع العربيه الحجم بتاعه مناسب ولكن مش مبطن للاسف. حاطط لك هنا برضو في السقف مكان لتخزين نظارات الشمس يعتبر حلو. واول ان اول بصراحه العربيه مفيش حته عينك هتيجي عليها او ايدك هتلمسها هتلاقي ان الجوده بتاعتها قليله او هتضايقك. كل حاجه التاتش اند فيل بتاعها فيري بريميوم وممتازه للغايه. وضعيه الجلوس ومساحات الرؤيه في السمارت الهاشتاج 1 هايلين ومميزين جدا. انت بتعرف تظبط الكرسي على الوضعيه اللي انت عايزها، بيوفر لك راحه وثبات مميزين جدا. كمان مساحات الرؤيه بقى، المساحات الزجاجيه في العربيه عظيمه. الفيلد اوف فيجن اللي بتوفره المرايات هايل. الابعاد نفسها بتاعت العربيه حلوه، انت كاشفها كلها، وعندك كل الحساسات والكاميرات ووسائل السلامه والامان، فما فيش اي حاجه في الجزئيه دي ممكن ان احنا نعلق عليها. منظومه نقل الحركه اللي بتيجي عموما في السمارت الهاشتاج 1 بتبقى موتور كهربائي على المحور الخلفي للعربيه، بتبقى دفع خلفي قوته 272 حصان، ده بينزل في الثلاث فئات الاولى. فئه برابوس بيزيد عليها موتور تاني على المحور الامامي قوته 154 حصان، فبتولد قوه اجماليه 428 حصان وعزم دوران اجمالي 543 نيوتن متر. الفئات الاولى بتتسارع من 0 ل 100 في 6 ثواني و7 من 10، والرينج او المدى بتاعها 440 كيلو. البرابوس بتعمل 3.9 من 10، واحنا عملناها اسرع من كده لما قسناها على الدراجي. نسخه البرابوس بقى بتعمل رينج 400 كيلو 398 وهي 100%. ده لو انت ماشي كما يقول كتاب الاقتصاد شابتر 1 الفصل الاول الصفحه الاولى. ولكن لو هتجري شويه والعربيه مغريه جدا جدا في الجري، فممكن تعمل معاك رينج 320 330 كيلو حاجه زي كده. والعربيه بما انها كهرباء فهي ما فيش فيها علبه تروس زي العربيات البنزين، هي فيها ناقل حركه من نسبه واحده اللي بيسموه 1 سبيد دايركت درايف. عزم الدوران بيتحقق من اول ما بتدوس برجلك على دواسه التسارع، مش هنقول عليها دواسه البنزين بقى زي ما اتعودنا. فبالتالي التورك كيرف بتاع العربيه بيفضل مستمر من اول ما بتدوس لحد اخرها، وده اللي بيخليها تعمل من 0 ل 100 في 3 ثواني و9 من 10. ولكن انا على الدراجي عملت معايا 3 ثواني 82. والعربيه كمان فيها حاجه اسمها روكيت لونش، يعني بتنطلق زي الصاروخ، حاجه زي لونش كنترول سيستم. انا برضو جربته ولكن هو ما حسنش الوقت افضل من كده. الهاشتاج 1 بتيجي فيها 3 انماط قياده: نمط اقتصادي، نمط كومفورت او النمط المريح، والنمط الرياضي. البرابوس بيزيد عليهم البرابوس مود. دلوقتي احنا على البرابوس مود ماشيين على 63، وحد بقى هفوا عقله. يا نهار ابيض يا نهار ابيض هي الضحكه دي يا جماعه، الضحكه دي اللي بتضحكها في كل مره انت بتركب العربيه وبتعلم على وش حد. هي متثبته على 185، فاحنا جبنا من 60 ل 185 في الكلمتين اللي انا قلتهم دول. بس هو الموضوع ما بيقفش لحد كده، لان كل العربيات الكهرباء بدون استثناء
سريعه في الستريت لاين. ولكن الهاشتاج 1 بقى عربيه توزيع الوزن فيها كان مثالي، عربيه الباور ديليفري اللي بين المحور الامامي والخلفي بتوعها ممتازين. العربيه ما بتديلكش اي نقطه قلق، مش بتاندر ستير بسهوله، مش بتوفر ستير، بالعكس هي عشان القوه الاكبر جايه من المحور الخلفي، فانت لو جاي مثلا بتاخد غرزه ولا بتعدي ولا بتعمل اي حاجه تحس ان العجل اللي ورا ممكن يعمل ويل سبين. وعموما من كتر التورك اللي في العربيه ممكن تعمل ويل سبين لحد وانت ماشي على 90 وسرعات زي 100. يعني لو انت ماشي كده وقمت دايس كده، خدتوا بالكم العربيه عملت ازاي؟ انا ماشي 70 وعايز اعدي عربيه، بصوا العربيه هي طبعا بتمسك بعدها، بس انت لازم تاخد الاول على الرياكشنز بتاعت العربيه قبل ما تتغشم عليها. وهي دي النقطه المهمه جدا اللي انا عايز اتكلم معاكم فيها. العربيات الكهرباء عموما بتعمل انستنت ديليفري للباور بتاعتها والتورك، وعشان كده انت لازم تكون جنتل مع دواسه التسارع بتاعتها وما تتغاشمش عليها مطلقا، لان هتتغاشم عليها هتروح، مش هتتفاهم معاك العربيه دي. الميزه اللي فيها انها فيري فورجيفنج، يعني انت لو غلطت عملت حركه زي اللي انا عملتها دي في عربيات تانية موجوده، انت كان زمانك يا اما راكب على الرصيف ده يا راكب على الرصيف ده. انما هنا تماسك والثبات وتوزيع الاوزان وجهاز التعليق المميز جدا اللي موجود في العربيه مدينك طمانينه ومدينك قدره على التحكم فيها مميزه. كمان الدركسيون بتاع العربيه فيه تقل حلو، وعندك انماط للدركسيون، يا اما ستاندرد يا اما لايت يا اما هيفي يا اما اوتوماتيك، هو بيختار على حسب وضعيه القياده. الوزنه بتاعته حلوه، الالكانتارا اللي فيه مديالك احساس انك ماسك ديركسيون عربيه رياضيه. المسكه اللي هنا، الحجم بتاعه، التوجيه بقى والفيدباك اللي جاي لك من العربيه نفسها، رغم ان فيه مواتير كهرباء على كل محور منهم، كل الحاجات دي مخليه العربيه دي بصراحه في حته تانية. العربيه دي يا جماعه ممكن نعتبرها The perfect sleeper، لان عربيه بالمنظر ده وبالشكل الخارجي ده والتصميم الكرتوني الجميل ده، انت بقول لك انك بتتعامل مع شخصيه كرتونيه. عربيه عامله زي البابل، ما بتديلكش ايحاء باي حاجه خالص. فانت تبقى ماشي بقى بعربيتك اللي انت متونها ومركب لها شكمانات وستريت بايب، وكل النيبر هود بتدعي عليك بسبب الدوشه اللي انت عاملها، وقاعد تروح يمين وشمال وتاخد غرز، وتيجي جنب دي يا معلم تقوم ملسوع منها اللسعه. عايز اقول لكم ان ملامح وش الناس اللي كانت راكبه العربيات اللي العربيه دي في خلال شهر علمت على وشهم كلهم كانت برايسلس. انك تمشي وراه على مشيه ويفضل ياخد في غرز ويفضل يحرق ويعمل، وتيجي في اول لحظه تقوم دايس دوسه كده وتطلع منه كانه واقف، النظره اللي على وشه لا تقدر بثمن. غير ان هم 99% منهم بيقوم رافع رجله من على دواسه البنزين ويقف لحظه كده هو مش مستوعب هو ايه اللي حصل فيا ده، ايه دي، ايه اللي عدتني دي. وطبعا انا بجري معاه لحد ال 180 185 واهدي واستناه، فافضل اهدى تاني وانزل لحد ال 90 80 عشان خاطر هو انا لو طلعنا فوق هيقطعني، فما بديش الفرصه لحد. فانت من الزيرو لل 180 انت واخد اداء سوبر كار حرفيا. والميزه زي ما قلت بكررها تاني، مش في التسارع على قد ما هي السيطرة على هذه القوة على العربية بالحجم ده. هي وزنها مش خفيف، هي وزنها في حدود ال 1900 كيلو، بس طبعا تبقى عامل حسابك ان مع الجري معدل الاستهلاك هيزيد، فكنت بضطر ان انا اشحنها كل يوم ونص يومين بالكتير، لان انا برضو بفرق كتير ومشاوير كتير. فانا حابب استغل فرصة الفيديو ده ان انا اعتذر لكل حد انا صدمته في عربيته، باستثناء بتوع الام جي 6، لان بتوع الام جي 6 دول بيجروا مع اي حاجة. انا لسه مقابل واحد على محور الشاذلي بتاع العبور، خدته في اول المحور لحد ما اختفى من البراية، اقسم بالله اختفى من المراية. جينا عند نفق العبور تحت لقيته جاي بيجري وجاي بيفرك وبيحك تاني، اللي هو بيجي جنبي ويديني اشارة وياخد غرزة من قدامي. يا ابني انت ما استوعبتش اللي حصل. فبتوع الام جي 6 استثناء من اي قاعده، انتوا يا جماعه انتوا جامدين جدا، انتوا مفيش زيكم. مواصفات الامان اللي بتنزل في العربيه دي تعتبر من اهم نقاط التميز فيها جميع مواصفات السلامه والامان الايجابيه والسلبيه. العربيه فيها الفرامل التلقائيه في حاله الطوارئ، فيها مساعد باركينج بتركن لوحدها، فيها اضاءه ماتريكس LED متكيفه، فيها كاميرات 360، فيها مساعده في الزحام المروري، فيها تحذيرات لفتح الابواب، فيها انظمه البقاء في الحاره المروريه، فيها تحذير النقاط العمياء، وكمان فيها تحذير الاصطدام الخلفي، واخده 5 نجوم من اول ما نزلت في تقييم السلامه الاوروبيه اليورو NCAP، مع تقييمات سلامه الركاب البالغين عاليه جدا 96%، ومع احزمه الامان بقى اللي جايه بلون احمر جميل دي، فنهدي للعربيه دي 13 على 10. يلا يا عم ان شاء الله ما حد حاوش.
خلينا بقى نقيم العربية التقييم النهائي بتاعها. العربية حاليا متوفرة في السوق المصري ب4 فئات، تبدأ من 1,890,000 وتنتهي ب2,440 في فئة البرابوس زي اللي احنا جربناها دي. والعربية باختصار غير مخل، عربية ممتعة للغاية، مميزة جدا، عربية فعلا تبسطك وانت راكبها وانت سايقها وانت بتعمل بيها اي حاجة. الاداء بتاع العربية هايل، الخامات والتقفيل والاحساس بتاعها حلوين قوي برضو، والعربيه شكلها جميل، حتى لو شكلها مش عاجبك فهو برضو شكل ملفت ومميز. الكماليات ممتازه، مواصفات الامان اللي في العربيه عظيمه، غير انها سهله في الاستخدام جدا، عربيه ديلي درايفر بيرفكت. والمساحات الداخليه اللي جوه العربيه رائعه، خصوصا مع الحجم بتاع العربيه اللي انا برضو شايفه حجم مثالي. زود على كده بقى حته التميز والخصوصيه بتاعه انك راكب عربيه بتطوير او بتجهيزات برابوس. حته الاكسكلوسيفيتي اللي موجوده في العربيه دي بيدفع فيها فلوس برضه، والعربيه حرفيا هتخليك تعلم على اي حد في الجري بمنتهى الهدوء وبمنتهى الشياكه وبمنتهى عدم المعاناه. العربيه ما بتبذلش مجهود، عربيه ممكن تشتريها تحت مبدا اولد بويز تويز، وعربيه ممكن تشتريها تحت مبدا ان انت بدل ما تروح تشتري موتوسيكل ريس لا تشتري حاجه امن وعربيه ومتقفله عليك وكده. ولكن برضه عربيه ممكن تشتريها انك تستخدمها كل يوم بمنتهى الاريحيه وبمنتهى السهولة وبمنتهى المتعة. العيوب بقى اللي واجهتني اثناء تجربتي للعربية دي، اول حاجة ان المدى او الرينج بتاعها ما هواش كبير، وخصوصا ان العربية مغرية جدا للجري وانت مش هتقدر تقاوم ان انت ما تجريش. بس دي نقطة بنتغلب عليها، ان احنا يبقى عندنا شاحن في البيت. برضو من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها لو انت اشتريت الهاشتاج 1 البرابوس، ان القوة اللي بتطلع من العربية دي محتاجة تتهندل بشوية ايه يعني حرص كده ورصانة. يعني ما ينفعش تتغشم على العربية عمال على بطال زي ما وضحنا كده في التجربة بتاعة القيادة. من العيوب برضو ان الشنطة بتاعة العربية صغيرة، بس انت لو بصيت على الكونسبت اللي اتعملت عشانه العربية هتعرف انها مش عربية عائلية. العربية دي هي بيرفكت للمدينة، وكمان مناسبة جدا لشاب لشابة، أسرة صغيرة. وساعتها لما هتحتاج تحط شنط زيادة هيبقى عندك القدرة ان انت تنيم الكنب، تطلع الكنبة كلها لقدام، تعمل اي حاجة من الحلول المرنة اللي هم مدينها لك عشان تزود من مساحة الشنطة او تحميل الامتعة في العربية. حاجات تانية بقى قد تكون بسيطة وغير مؤثرة لكل الناس، هي ان الاندرويد اوتو ما اشتغلش مع التليفون السامسونج بتاعي، اشتغل مع انواع تانية ما اشتغلش مع سامسونج. كمان الفريم ريت بتاع الكاميرا كان نفسي يكون افضل واعلى من كده، هو والريزولوشن بتاعها. بس دي حاجات مش جوهريه خالص زي ما قلت، مقابل المميزات اللي انت واخدها من الهاشتاج 1 البرابوس. وطبعا انا عارف انك مستنيني اعلق على السعر، بس انا عملت فيديو منفصل لسعر العربيه دي عشان اوضح ان العربيه متسعره تسعير منطقي جدا، لانها مش رخيصه خالص في اي حته في العالم، ولا في الصين ولا في اوروبا ولا في انجلترا ولا في اي مكان. وخصوصا ان انت واخدها من توكيل مش قليل في مصر، ولا توكيل جديد، توكيل بقاله سنين في السوق المصري. والعربيه ماشيه مع بروتوكولات الشحن الاوروبي اللي بقت هي السائده حاليا في مصر مع وقت تصوير الفيديو، وبتيجي بضمان 5 سنين 150,000 كيلو على العربيه، و8 سنين 160,000 كيلو على البطاريه، ومعها كمان 3 سنين صيانه مجانيه. وعارفك هتقول لي العربيات الكهرباء ملهاش صيانه، ولكن لا، هي بيبقى ليها صيانات، تغيير سوائل، تبريد، وشويه حاجات كده. فانا بصراحه شايفها يعني صفقه رابحه من وجهه نظري المتواضعه. احد الحكماء قال no replacement for displacement. دول البترول هيدز القدام كان يقول لك ان مفيش بديل عن الساعه اللتريه. ولكن الحقيقه ان سمارت هاشتاج 1 برابوس قد تكون ريبليسمنت منطقي جدا للديسبليسمنت، لان المتعه والاداء والتسارع والسواقه اللي انا سوقتها للعربيه دي ممكن تكون هتغير تفكير واحد بترول هيد اصيل. وبعتبر ان العربيات دي ماشيه كده مع الدم يعني في العروق. متضايق من نفسي شويه، بس انتوا اخواتي مش هضحك عليكم. العربيه دي من اجمل العربيات اللي انا جربتها، ودفنتلي لو انا بفكر ان انا اجيب عربيه للاستخدام اليومي الفتره اللي جايه، سمارت هاشتاج 1 قد تكون اول عربيه على الشورت ليست بتاعتي، ان لم تكن هي اللي هروح اشتريها على طول من غير ما افكر في بدايل تانية. في ختام الريفيو اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا معايا بتجربه الهاشتاج 1 برابوس. لو في اي حاجه عايزين تعرفوها ما اتقالتش في الفيديو اكتبوها لي في التعليقات. ما تنسوش تتابعوا اخبار السيارات العالميه والمحليه على الموقع بتاعنا
هكتبوا لحضراتكم هنا. ما تنسوش تعملوا لنا فولو على كل السوشيال ميديا بتاعتنا، انستجرام وتيك توك وكل حاجه، ده الهاندل الموحد بتاعها برضو. وطبعا اشتركوا في قناه اليوتيوب، ومتشكر على المتابعه، اشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله.